سداسيات البارسا تعود إليكم من جديد. فوز رائع، فوز مثير، وأجمل مباراة لبرشلونة في الموسم. ماتش كان فيه مكاسب كثيرة جدا للفريق الكتالوني. أول حاجة تسجيل أكبر عدد من الأهداف أسوة بما كان يفعله الفريق في الموسم الماضي، الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى في هذا الموسم، ومساهمة راشفورد اللي حتدي اللاعب الثقة والهدوء في مقبل المباريات، بالإضافة إلى عودة بيرنال بعد غياب سنة بسبب إصابة الرباط الصليبي. فليك بدأ بخط دفاع مختلف عن المباريات السابقة، رباعي أول مرة يلعب مع بعض مكون من كوندي، غارسيا، كوبارسي ومارتين، اللي قدر يخرج بكلين شيت بسبب ضعف المنافس اللي ما صنع أي فرصة خطيرة خلال 90 دقيقة. وسط الملعب كان ممتاز جدا بقيادة بيدري وكاسادو اللي استطاعوا التحكم في الريتم وتدوير الكرة وربط الخطوط. ورباع المقدمة الهجومية أول مرة كذلك يلعبوا مع بعض، شفنا روني بدأ كأساسي للمرة الأولى وأداء اللاعب كان متوسط. وعلى الطرف الآخر هنالك راشفورد اللي قدم باعتقادي مباراة مميزة جدا وهي الأفضل للاعب. شفنا جرأة، حماس، شجاعة، وعمل عدة محاولات وقدر يصنع هدف للرافة. وفيران توريس اللي بدأ كراس حربة صريح، ولكن هنالك علامة استفهام في كمية الفرص المهدرة من قبل فيران اللي تفنن في إهدار الأهداف. ونجم اللقاء لوبيز اللي عمل أداء استثنائي اليوم وقدر يسجل ثنائية، هدف أول من زاوية ضيقة جدا وهدف ثاني بتسديد من خارج المنطقة. وأتمنى من فليك إعطاء الأولوية للوبيز لكي يكون اللاعب الأساسي خلف المهاجم. تبديلات فليك في الشوط الثاني أثمرت 4 أهداف، 2 بأقدام رافا و2 بأقدام ليفا. والشيء المميز في الشوط الثاني إنه الفريق لم يضيع أهداف مثل ما فعل في الشوط الأول، الفريق كان حاسم جدا وده المطلوب. وأفضل لحظة في المباراة طبعا كانت عودة بيرنال اللي حيعتبر صفقة جديدة لفليك، وإضافة ستعطي المدرب مرونة في الاختيارات وعمل مداورة بين اللاعبين لأن الموسم طويل. 3 نقاط، 6 أهداف وأداء ساحر. مبروك كوليز. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام. سيعاقبوك، سيعذبوك، سيبكوك. ستكون ليلة صعبة، ستكون ليلة بالتأكيد مثيرة للشفقة لأي خصم.